السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة سريعة جدا، يعني لو محتارين كده وعايزين أكلة في نص ساعة، الأكلة دي سهلة جدا. هنعمل حاجتين في وقت واحد. أنا أخدت بولتين وحطيت في كل واحدة فيهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بابريكا، ريحان، توم باودر، وأوريجانو. بس هو ده كل اللي عندنا. عملت اتنين لأن واحدة هستخدمها للسمك والتانية هستخدمها للبطاطس، هيبقى فيه بس فرق في مكون واحد. وهنحط معلقة صغيرة من الملح، وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض. هنحط تقريبا زيت زيتون، هنحتاج تقريبا 3 معالق كبار من زيت الزيتون. يعني حطيت بالازازه كده يعني بالشكل. وبس هنجيب بقى البطاطس اللي عندنا، قطعتها زي فكره الويدجز كده بالقشر، بنغسلها كويس جدا، او انتوا ممكن تقطعوها نصاص. اي حاجه يعني الشكل اللي يعجبكم. هي بس دي فكرتها بتاخد وقت شويه في الفرن، بس هي حجمها صغير فهتستوي بسرعه ان شاء الله. هنحط بقى عليها خليط البهارات اللي عندنا ده ونقلبها كويس، ولو حسيتوا انها محتاجه زيت زيتون هنحط شويه زيت زيتون. في صينيه بقى هنحط فيها ورق زبده، هنحط البطاطس دي كلها عندنا على درجه حراره 190. بتاخد تقريبا نص ساعه، يعني ممكن من 25 دقيقه تبصوا عليها. لو هتحطهم في صينيه واحده مع السمك يبقى هنحطها هي في الاول ربع ساعه وبعدين نطلعها ونحط السمك، لان السمك الفيليه ما بياخدش وقت في الفرن. بالنسبه بقى للسمك اللي عندنا نزود عليه عصير ليمونه كامله. انا استخدمت سمك تونه ستيك اللي هو مجمد، سبته لغايه ما فك وبعدين مسحته بمناديل وبس. ودهنته بقى بالتتبيله اللي عندنا دي من كل الاتجاهات، يعني نقلبها ومن الجوانب ومن كل حاجه كده، نغلفها كويس. ممكن نعمل فيها شقوق بالسكينه كده عشان تدخل الطعم جواها. طريقه سهله جدا، ما بتاخدش اي وقت خالص في الفرن كده كله مع بعضه. وحتى لو عملتوا صينيه واحده كبيره تحطوا البطاطس زي ما قلنا، ندخلها الفرن في الاول، بعد ربع ساعه نطلعها ونحط السمك جنبها. السمك بياخد تقريبا في الفرن من 10 ل 15 دقيقه، ما بيطولش يعني، لانه لما بيطول بينشف. يعني بياخد تقريبا 15 دقيقه، وبندخلهم مع بعض لو انتوا حابين تستخدموا صينيه واحده او زي ما انا عملت كده صينيتين. بس البطاطس بتاخد وقت اطول في الفرن. بصوا بقى ريحتها جميله جدا، وممكن تسيبوها تنشف اكتر، بس انا كده بالنسبه لي كانت طريه حلوه وطعمها جوسي وجميله. هتعجبكم الاكله دي. يا ريت بقى تجربوها، وممكن تجربوها مع اي نوع سمك. انا استخدمت هنا اللي هو سمك التونه الفليه، والفريش كمان كان يبقى احلى. بصوا بقى الريحه جميله جدا وسريعه، ما بتاخدش اي وقت خالص. ممكن بقى نقدم معاها سلطه خضراء، وتبقى كده وجبه متكامله، سلطه وبروتين ومعاهم البطاطس. فاكله جميله جدا هتعجبكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير.